أعزائي المتابعين، النهاردة تحديدا هيكون قدامنا أسبوعين على انطلاق كأس العالم، وانت في الأسبوعين دول بتبتدي تحضر نفسك ازاي هتتفرج على كأس العالم. طبعا مش بتكلم على الناس اللي ربنا يوسع عليها اللي هتروح تتفرج على كأس العالم من الملعب، دي ناس مش الحلقة دي مش بتاعتها خالص. انا بتكلم على الناس الطبيعية اللي هتقعد في بيتها او هتقعد في القهوة تتفرج على ماتشات كأس العالم. هنتكلم على الطرق الرسمية والطرق اللي مش رسمية اللي ممكن تتفرج عليها على كأس العالم، وهنقول الأسعار علشان تختار انت الطريقة اللي تناسبك. فيلا بينا نشوف الحلقة فيها ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مهندس كورة. معاكم عبد الرحمن طلعت، وبنتكلم هنا عن الكورة بشكل عام وعن كأس العالم قطر 2022 بشكل خاص. طرق مشاهدة ماتشات كأس العالم عن طريق التلفزيون أو عن طريق الإنترنت، إيه هي الطرق المتاحة وأسعارها عاملة إزاي، وهنحاول نتكلم في كل التفاصيل علشان تطلع من الحلقة دي إلى حد ما عارف هتتفرج عليه إزاي. بس قبل ما نخش في التفاصيل انزل تحت كده هتلاقي زرار أحمر اسمه سبسكرايب، دوس عليه بس كده دوسه، ودوس على الزرار بتاع الجرس اللي جنبه، واطلع كمل الحلقه عادي جدا جدا جدا. مش هتخسر حاجه وهتنبسط، وان شاء الله نقدر نرضي ذوقك الراقي. المهم عزيزي المشاهد، كأس العالم 2022 هيكون مذاع حصريا في الشرق الاوسط على قناه بين سبورتس القطريه. ببساطه بين سبورتس بتنقسم الى قسمين، في قسم خاص بمصر وفي قسم خاص تقريبا بباقي الدول العربيه. اشتراك كأس العالم بيكون اشتراك منفصل بيدفع علشان تتفتح لك قنوات بي ان سبورتس ماكس، او بتكون انت مشترك في اعلى باقه اللي هي باقه التيميت او باقه قمه، والباقه دي بتكون فاتحه لك كل القنوات وما بتضطرش ان انت تدفع فلوس زياده في البطولات المجمعه سواء كانت كاس عالم او غيره. اعتقد ان افضل طريقه رسميه لمشاهده بطولات كاس العالم هي باقه التيميت دي. باقه التيميت في الخليج او في باقي الدول العربيه بيكون سعرها غالي شويه، والسعر الغالي ده مش موجود في مصر قوي مقارنه بفرق العمله. فلو قدرت ان انت تحصل على جهاز 4K مصري وتشترك اشتراك مصري، فالسعر تقريبا هيبقى نص الثمن. احنا هنا بنتكلم تقريبا في 1500 جنيه كل 3 شهور، ده اعلى اشتراك في مصر، يعني حوالي 500 جنيه في الشهر. يعني بتتكلم في حوالي 20 دولار شهريا هتشترك في اعلى باقه بتجيب لك كل الماتشات وبتقنيه ال4K. الريسيفر المصري بتاع ال4K مش افضل حاجه، في مشاكل وفي رعشه وفي وعملت حلقه مخصوص عن الموضوع ده، بس في الاخر كاستثمار فافضل حاجه بالنسبه لك كجيبك هو ان انت تحصل على جهاز مصري 4K وتشوف حد هنا في مصر يشترك لك او يدفع لك ثمن الاشتراك، وهتبقى انت كده امورك تمام. كاس العالم زي البطولات الاوروبيه المجمعه بيتم اذاعته بالكامل على تقنيه ال4K، وانا برشح قناه ال4K دي لاي حد بيفكر ان هو يتفرج اصلا على اي ماتش. تقنيه ال4K عباره عن ال1080 الطبيعيه اللي انت بتشاهدها على القنوات العاديه بس مضروبه في 4، يعني الوضوح اللي انت بتشوفه على HD1 بريميوم على سبيل المثال، الوضوح ده لو اتضرب في 4 هيطلع لك نتيجه قناه ال4K. بس هو عيبه الوحيد ان انت لازم يكون عندك تلفزيون 4K، وبتجيب الريسيفر ال4K المصري اللي تقريبا سعره حوالي 2000 جنيه، يعني في حدود ال 100 دولار او يمكن اقل شويه في ظل ان الدولار حاليا اصبح ب 24 جنيه، فممكن يخش لك في حوالي 90 دولار ده سعر الريسيفر. والخبر الجميل ان قناه ال4K اصبحت متاحه على نايل سات بعد ما كانت حصريا على عرب سات او سهيل سات فقط. هتتفرج على كاس العالم بوضوح رائع بتقنيه صوت مميزه، والله اعلم يوم 11 اللي هو الاسبوع اللي جاي يوم الجمعه ايه الاعلان الجديد اللي هتعلنه بين سبورتس. بس اعتقد لو انت عندك تلفزيون 4K في البيت فانت ما عندكش اي مبرر خالص ان انت تشترك في قناه ال4K. طيب بخلاف ال4K القنوات الطبيعيه اللي هي بي ان ماكس 1 و2 و3 سعرها في مصر هنا حاليا تقريبا حوالي 2000 جنيه، ده سعر اشتراك منفصل، ولو اشتراكك منقطع تقريبا بتدفع 2700 جنيه علشان تتفرج على كاس العالم بس، وده سعر ممكن يبقى غالي شويه. علشان كده ما زلت شايف ان الاشتراك في قنوات ال4K او في باقه التيميت هيبقى افضل بكتير. طيب انت دلوقتي واحد موظف او طالب بتدرس او يعني الى حد ما يومك الصباحي مشغول شويه، لازم تبقى عارف حاجه مهمه جدا، مواعيد ماتشات كاس العالم. كاس العالم غالبا في دور المجموعات هيتلعب على
4 مواعيد. ميعاد الساعة 12 بتوقيت القاهرة، الساعة 1 بتوقيت السعودية، والماتش اللي بعده الساعة 3 بتوقيت القاهرة، الساعة 4 بتوقيت السعودية، والماتش اللي بعده الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، واخر ماتش في اليوم هيكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية. المواعيد دي نقدر نقول ان هي زحمة شوية، غالبا اول ماتشين في اليوم ممكن لو انت عندك مشغوليات صباحية مش هتقدر تتفرج عليهم، فانت كده بنسبة كبيرة في ماتشين في اليوم الى حد ما ضايعين، وممكن يبقوا 3 ماتشات كمان، فبالتالي مش هيبقى عندك رفاهية ان انت تتفرج على كل الماتشات، فهتتفرج على ماتشين بتوع اخر اليوم. والماتشين بتوع اخر اليوم لازم تبقى عارف عزيزي المشاهد ان اجواء كأس العالم مش معناها ان انت تفضل محبوس في البيت بتتفرج على الماتشات. دائما الاجواء الحماسية بتاعت كأس العالم بنشوفها في المقاهي او في الجاذرينجز او في التجمعات الرسمية اللي بتحصل في استادات او في صالات مغطاة، وبيكون ليها طعم مختلف خالص وذكريات لا تنسى. فلو انت عزيزي المشاهد عندك مشغوليات صباحية مش هتقدر تفضي نفسك عشان تتفرج على كل الماتشات، فالاشتراك في بين سبورتس بالنسبة لي ملوش لازمة خالص، لان انت لما تبتدي تخش بقى في الادوار الجدية دور ال16 ودور ال8 تلقائيا الماتشات هتتلعب بالليل وهتقدر انت تتفرج عليها في اي موقع، وهم في الاخر 8-9 ماتشات ولا 10 ماتشات توتال لحد النهائي. فالافضل ليك لو مواعيدك مش هتتناسب الصبح ان انت تتفرج على الماتشات دي ما تشتركش خالص في بين سبورتس. بس لو انت فاضي وما وراكش حاجه وهتقدر تفضي نفسك فخليك في قناه ال4K، ولو ما عندكش تلفزيون 4K خلاص امرك الى الله هتخش على بين ماكس. طيب بخلاف بين سبورتس باقي الخيارات نقدر نقول ان هي ارخص بكتير من بين سبورتس. دائما الخيار المنافس لبين سبورتس اللي الناس بتتجه ليه هو فكره الشيرنج. الشيرنج بيكون عباره عن ريسيفر بيجيب اقمار مختلفه مش عربيه خالص، اقمار خارجيه، وعن طريق اتصال الريسيفر ده بالانترنت بيقدر ان هو يفك شفرات بعض القنوات القبرصيه مثلا او ايا كان جنسيتها ايه، والقنوات دي بتكون بتذيع ماتشات كاس العالم، فهتتفرج على صوره ممتازه جدا. بس للاسف الشديد مفيش عربي ولا حتى انجليزي. ممكن تلاقي انجليزي بس في الاخر اغلب المتاح بيكون قبرصي بقى ولا حمصي، لغات مختلفه انت مش هتفهم منها حاجه، مش هتتفرج على تغطيه ولا استوديوهات تحليليه ولا معلقين عرب، انت عندك ماتش واحد هتتفرج عليه. التكلفه توتال مش هتبقى غاليه، ممكن بتتكلم في حوالي 700-800 جنيه مصري، يعني اقل من $50 ان انت تتفرج على ماتشات بجوده حلوه، وفي نفس الوقت بعد كاس العالم هتقدر تتابع البطولات الاوروبيه كلها بنفس الطريقه. بس لازم تبقى بتقدر تتفرج على الماتشات بدون ما تفكر اصلا مين اللي بيعلق عليه. دي طريقه انا بحس ان هي صعبه بالنسبه لي، لان انا بحب التعليق العربي بغض النظر مين اللي بيعلق، عشان عارف ان المعلقين العرب حاليا في ظل انحدار. بس في الاخر لما بيكون تعليق انجليزي ما بحبش الماتش، ما بالك لو تعليق قبرصي ولا نمساوي، الموضوع بيبقى صعب عليا جدا. الطريقه الثالثه ودي الاكثر انتشارا شويه في الفتره اللي فاتت هي طريقه الاي بي تي في. الاي بي تي في مجرد ان هو بيكون ريسيفر صغير جدا متصل بالانترنت، بيعتمد على الاونلاين ستريمينج عن طريق سيرفر بتدفع له اشتراك تقريبا 100 جنيه ولا 150 جنيه مع سعر الريسيفر اللي هو حوالي 300 جنيه، يعني شاكب راكب كله على بعضه حوالي 500 جنيه. الطريقه دي بتقدر ان انت تتفرج على بين سبورتس عادي جدا بنفس التعليق العربي، بس الجوده مش بتبقى افضل حاجه، ده رقم واحد. تاني حاجه بتكون متاخر عن البث الرئيسي بحوالي دقيقه وممكن توصل لدقيقه ونص، والجوده بتعتمد على سرعه النت بتاعك، بس في النهايه الموضوع بيستهلك كميه انترنت مش طبيعيه. فانت لو في مكان او في دوله ما عندهاش باندل محدده او ما عندهاش ليميتد باندل والنت بتاعك كويس، ممكن الطريقه دي تكون موفره جدا بالنسبه لك، وممكن تتابع عليها الماتشات الاوروبيه بعد كاس العالم. بس الطريقه دي مشاكلها كتير وهتضطر ان انت تعتمد على سرعه الانترنت، وانا الطريقه دي بصراحه ما بفضلهاش على الاطلاق. اما الطريقه الرابعه فبتكون عن طريق برامج الاونلاين ستريمينج المعتمده، وهي عن طريق برنامج بين كونكت. وحاليا بين سبورتس عملت تحديث ان بين كونكت ده ممكن يتوصل على شاشات الاندرويد وعلى شاشات ال جي وعلى شاشات السامسونج، فانت ممكن بكل بساطه تشترك في خدمه بين كونكت عن طريق الموزع الرسمي او على الموقع الرسمي بتاع بين سبورتس، والاشتراك مش غالي شويه، بس في الاخر هتستهلك انترنت كتير، بس الجوده هتكون كويسه وفيها تاخير حوالي من 20 ل 30 ثانيه عن البث الرئيسي. اخر طريقه وهي دي الطريقه اللي غالبا اغلب الناس بتتفرج عليها
الناس اللي هي مش متابعه قوي هي الوصله المسروقه. الوصله بتكلفك حوالي 200 جنيه 250 جنيه، مجرد سلك بيخش في البيت بتوصله بالتلفزيون، بيجيب لك ماتش او اتنين عن طريق ريسيفر واحد فقط عند راجل معين بتدفع له الفلوس، وهو اللي بيختار القناه وانت بتتفرج على الماتش ايا كان جودته عامله ازاي. والوصله دي بعد كاس العالم بتخش لها في حوالي 50 جنيه شهريا، بس في كاس العالم الاسعار اللي انا سمعتها النهارده بتتكلم في حوالي من 150 ل 200 جنيه حسب المنطقه. وموضوع الوصله ده مش منتشر في اغلب الحتت، يعني بيكون منتشر في الحتت الشعبيه اكتر لان بيكون التوصيل فيها اسهل بكتير، لكن في المناطق الحديثه شويه مش هتلاقي فيها قصه الوصله دي لان هي صعبه جدا وغير قانونيه. ده كان ملخص لاغلب الطرق اللي ممكن الناس تتفرج عليها لكاس العالم. شوف الطريقه اللي تناسبك ايه واختارها. بس قبل ما تقفل الحلقه انزل تحت قول لي عن تجربه ايه افضل طريقه من الطرق اللي انا قلتها ممكن الناس تتفرج فيها على البطوله دي. لو عجبتك الحلقه دوس لايك، اشترك في القناه، فعل جرس التنبيهات، اعمل شير على الفيسبوك ولا تويت على تويتر، والى ان نلتقي في حلقه اخرى. مهندس كوره احييكم، سلام.